سيد افندي لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده افندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على اي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له: انا مش فاهم لحد دلوقتي انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هدي لك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له: فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي: غني جدا، عقبال امالتك. قلت له: فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك انا بسأله سؤال بريء. كان قصدي الفلوس اللي عملها من خلال تجارة ايه؟ الراجل اللي بسأله قال لي: ايه تفتكر؟ عبده قال له: قطعا بومبا. سيد قال له: بالظبط، هو ده اللي حصل. قال لي: بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول لحد ما عمل فلوس جامدة، وبعد كده اشتغل بالتجارة، علما باني عارف ان البومبا اللي اداها له مش صحيح.